وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. مساء الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ بتكونوا كويسين؟ بصوا لسه داخله اصلا البيت حالا، لسه راجعه من الكليه. بس الفيديو ده مهم جدا وضروري ان هو يتعمل في الوقت زي ده. ناس كتير بعتلي مسجات ما بدأناش، مش عارفين نعمل ايه. احنا ما بدأناش لانه احنا من فتره مثلا من حوالي 15 يوم عايزين نبدأ وكده، بس احنا حاسين المنهج اتراكم علينا وحاسين ان في ناس كتير اصلا عدتنا وخلاص، وناس كتير خلصت، واحنا هنبدأ ازاي واحنا اصلا حاسين اننا بعاد خالص وما عندناش شغف وما عندناش طاقه ان احنا نبدأ، وحاسين ان احنا بصوا ضيفوا بقى على ده كده كلمات كتير من الاحباط والاكتئاب اللي عندهم، لانهم مش عارفين هيبدأوا ازاي ولا هيمشوا ازاي، بلس ان هم خايفين ان هم يبداوا وما عندهمش خطه. فالفيديو ده لكل الناس اللي متراكم عليها اي حاجه، لكل الناس اللي لسه ما بداتش. لو ما بداتش بجد انا كاتبه عن الفيديو، لو ما بداتش بجد فالف مبروك. ليه؟ لان انا ان شاء الله في الفيديو ده اقول خطه حلوه واقول جدول باذن الله حلو تمشوا عليه وتتبعوه لو انتوا ما كنتوش بداتوا، علشان ان شاء الله نقدر اننا نخلص كل ورانا ونقدر ماشيين مع الناس اللي خلاص بدات من اول السنه، او على الاقل ما نكونش متاخرين، ما نكونش اننا يعني نحس ان احنا في فتره ان احنا ما عملناش اللي علينا. مش عايزين كده. خلاص اللي حصل حصل وانت ما بداتش، خلاص تمام. فكر بقى هتعمل ايه بعد كده، فكر هتشتغل ازاي، قوم اعمل جدول واعمل خطه، والجدول اعمله بناء على الكلام اللي انا هقوله ان شاء الله حالا في الفيديو ده. بس بجد كفايه كفايه قلق وكفايه توتر وكفايه اكتئاب. انت الاكتئاب ده جاي لك لان انت ما بتذاكرش. طب انا ما بذاكرش ليه؟ لانه عندي اكتئاب. فاهمين؟ دايره مفرغه كده بتدي نفس النتيجه في الاخر وبتوصل لنفس النقطه في الاخر. طب انت هتعمل ايه بعد ما حصل لك ده كله؟ لازم تقوم تذاكر، لازم تقوم تبص بقى تعمل ايه، لازم تفكر في بعد كده، لازم تفكر انا عندي ايه دلوقتي واشوف الدروس واقعد افكر بقى هعمل ايه. طب هنعمل ايه؟ من وجهه نظري اول حاجه المفروض تتعمل انه انا همسك المواد اللي عندي. طبعا انت ما بداتش ما تعرفش حاجه عن المواد، شوف انت عندك كام ماده. بسم الله الرحمن الرحيم، عندنا 5 مواد، تمام. طيب ال5 مواد دول هنعمل فيهم ايه؟ انت هتاخد ال5 مواد دول، ومفروض والله ولحد انا سالت برضو ناس في ثانويه عامه هم لحد فين دلوقتي. ناس كتير قالت ان هم يعني خلاص بيخلصوا الباب الثالث، او لسه في ناس في نص الباب الثالث. المهم الناس كلها دلوقتي في الباب الثالث. فدلوقتي انت عندك 3 ابواب في كل ماده، محتاجين ان هم يخلصوا ان شاء الله مش بعد نص 12. احنا عايزين ان شاء الله قبل نص 12 نكون باذن الله مخلصين ال3 ابواب في كل ماده باذن الله. ما عدا الانجليش مثلا 5 ستودنتس ولا حاجه. تمام تمام. طب انا بقى هعمل ايه؟ احنا والله تشوف عندك كام درس في كل باب. الخطه اللي انا هقول لكم عليها ان شاء الله هقول لكم باذن الله خطه وجدول عام تقوموا تطبقوها على كل المواد دلوقتي، بس هو جدول باذن الله ينفع لكل المواد. واقول لك تعمل ايه في يومك عامه. اولا علشان تتجنب تكرار التراكمات ديت تاني، شوف سبب التراكم ده وعالجه. لو انت مثلا كنت ماسك الموبايل كتير، لو انت مثلا كنت ما بتذاكرش كده اللي هو بتضيع وقتك وخلاص، شوف ايه اللي بيضيع وقتك ووقف السبب ده. يعني وقف السبب ده، وقف الحاجه دي، عشان ان شاء الله نعرف هنعمل ايه بعد كده، ونقدر باذن الله اننا ما نوصلش للنقطه دي تاني، ما نركمش تاني، ما نضيعش وقتنا تاني، عشان ما نوصلش للحته اللي احنا فيها دلوقتي تاني. عايزين نخلص ان شاء الله كل ورانا، بحيث انه انا اكون عملت اللي عليا خلاص. انا باذن الله هشوف ايه اللي بيضيع وقتي وهوقفه خالص ومش هعمل كده تاني خلاص. بعدين بقى ال5 مواد وال3 ابواب اللي احنا عايزين نخلصهم، احنا هنجيب كده ورقه كبيره، ورقه كبيره بيضه خالص، ورقه كبيره خالص هنكتب فيها كل ماده عندنا. لو انت مثلا علمي كيمياء فيزياء احياء والانجليش والعربي. لو انت مثلا ادبي انتوا عندكم مواد جغرافيا وتاريخ وعندكم تقريبا علم نفس او حاجه، وبعدين في برضو العربي والانجليش اللي هم اللغات اللي معانا. فانت دلوقتي كده هتشوف ايه اللي وراك وايه المطلوب منك وتحاول انت تعمله. احنا كتبنا اول حاجه عملناها جمعنا اسماء المواد، تمام. بعدين بقى بعد ما كتبت اسماء المواد انا دلوقتي هقوم اعمل لكم نسخه اوريكم بتتعمل ازاي. المهم بعد ما كتبنا اسماء المواد هنكتب بقى الابواب، الباب الاول، الباب الثاني، الباب الثالث في ال3 مواد دول اللي هم 3 مواد التخصص سواء علمي او ادبي. اكتب عنوان كل باب كده، وبعدين بعد عنوان كل باب اكتب فيه كام درس. تمام تمام كده. احنا يعتبر قسمنا الى حد ما دماغنا كده، شفنا احنا عندنا ايه اللي وقع مننا، اللي احنا ما بدأناش خالص، وكل حاجه محتواها ايه وبتشتمل على ايه، بحيث ان انا ان شاء الله اقدر اخلصها وابقى عارف انا فاضل لي ايه وايه اللي باقي وايه اللي انا خلصته وهكذا. ابقى مقسم دماغي الاول قبل ما اعمل اي حاجه. تمام تمام.
طيب خلاص انا عرفت انا هعمل ايه، وعرفت انه عندي في كل مثلا باب عندي مثلا 3 او 4 دروس، خليهم 4 دروس، عندنا في كل 4 دروس. هتاخد ان شاء الله في اليوم هتاخد قد ايه؟ دلوقتي هتاخد ان شاء الله عندك في اليوم مادتين او 3 مواد على حسب طاقتك. لو انت شخص بتزهق زيي، انا مثلا بزهق بسرعه، ما اقدرش اخد مثلا ماده كامله طول اليوم، او انها تنين ثابته على حاجه واحده طول اليوم، لا بحب ان انا انوع واغير يعني. فالمهم انت ممكن مثلا تاخد 3 مواد في اليوم او تاخد مادتين في اليوم على حسب راحتك. هقول لك لو خدت كده تعمل ايه، ولو خدت برده كده تعمل ايه. لو انت اخدت مادتين في اليوم هتاخد ماده تخصص ولغه. ان شاء الله العربي ده معانا على طول، يعني العربي ان شاء الله هناخده كل يوم. ليه؟ لان العربي احنا عندنا في نحو كتير جدا، والنحو محتاجين نتدرب عليه كويس قوي. انا بكلم ناس يا جماعه ما بداوش وعايزين يوصلوا ل 90%، 95%، اعلى من 95% كمان. دلوقتي انا بكلم ناس ما بداوش وخلاص هم ركنوا اللي فات ده على جنب وهيبداوا من اول وجديد وعايزين فعلا يوصلوا. انا ما بكلمش ناس هتبدا وعايزين ينجحوا وخلاص، انا بكلم ناس هيبداوا وباذن الله عايزين يجيبوا مجموع. ده محتوى الفيديو بتاعي دلوقتي. الفئه اللي انا بكلمها دلوقتي الفئه اللي عايزه تبدا وتجيب مجموع وتعدل 90 و 95%، ده اللي انا بتكلم عنه. وبالتالي انا بحط لك جدول، مش جدول خارق ولا جدول مستحيل، بالعكس انا بحط لك جدول طبيعي اللي انا اقدر استحمله، لان انا اصلا بطبيعتي بزهق من المذاكره بسرعه، بزهق من قعده الكتاب بسرعه. فانا بحط جدول انا اصلا استحمله، اللي هو انا اصلا يعني بمل بسرعه. فانا بحط لك جدول بسيط خالص. كمان قلنا هناخد ان شاء الله مادتين يوميا بلس العربي هيتاخد معانا كده كل يوم باذن الله. مره مثلا تاخد نحو، شابتر نحو مثلا اللي هو درس نحو، مره تحل على النحو، مره تاخد بلاغه، مره تاخد نصوص، مره تاخد قراءه، مره تحل على القراءه المتحرره، مره تاخد قصه وتشوف بتتكلم عن ايه، تاخد فيديو كده تشوف قصه طه حسين دي اصلا بتتكلم عن ايه، محتواها ايه، الفصل الاول بيتكلم عن ايه. تمشي كده في منهج براحتك. في العربي عايزاك ما تبقاش ضاغط نفسك، بالعكس العربي محتاجه تكون ماشي براحتك خالص، لان العربي محتواه كبير، وكمان العربي محتاج فهم كويس. القراءه المتحرره محتاجه شخص يكون فاهم القراءه بتتكلم عن ايه، فاهم هو بيحل ازاي اصلا، فاهم ايه الاساسيات اللي يمشي عليها. شخص يكون برده في النحو يكون متمكن وعارف هو بيعمل ايه. ده اللي انا بتكلم عنه. كده بالنسبه للعربي ان شاء الله معانا كل يوم. بالنسبه بقى بعد كده ان شاء الله المواد اللي اتكلم عنها الباقيه، قلنا ان شاء الله ناخد ماده تخصص ولغه. اللغه اللي هي الانجليش يعني. ممكن مثلا ناخد الانجليش 3 مرات في الاسبوع، او ناخده مثلا 4 مرات، لانه برده الانجليش محتاج براكتس كتير. اللغات انا عايزاك تضمن درجاتها ان شاء الله من دلوقتي، لان اللغه سهله ومضمونها سهل. الفكره بس تلاقي الشكوى كتير حواليها، لانه الناس ما بتحلش كتير، الناس ما بتدربش عليها كتير، الناس مش عارفه اصلا ازاي تمسك اللغه صح. مسكه اللغه صح وانت تكون متمكن من اللغه، انت تحل عليها كتير، انت تتدرب كتير في اللغه. فبراكتس ميكس بيرفكت، دي اكتر حاجه واكتر قاعده تطبقها في اللغات. عايز تتدرب وتبقى كويس حل كتير. طيب خلاص هناخد ان شاء الله ماده التخصص ومعاها الانجليش. هناخده ان شاء الله 4 ايام في الاسبوع مثلا، يعني وليكن مثلا سبت حد 2 3. هاخد في كل المواد دي في كل الايام دي، هتاخد العربي معانا على طول في كل الايام، الانجليش معانا في 4 ايام دول. طيب ماده التخصص بقى احنا كده عندنا 4 خميس جمعه، وعندنا مواد تخصص برضو عايزين ناخدها. تاخد ماده التخصص تاخدها مرتين في الاسبوع، ويفضل يكونوا يومين ورا بعض. يعني مثلا تاخد الكيمياء سبت وحد، الفيزياء مثلا الاثنين والثلاث، وتاخد مثلا الاحياء يوم الاربع والخميس مثلا، ويبقى عندك يوم الجمعه ده تشوف انت اخدت ايه طول الاسبوع. ده المحتوى اللي تمشي عليه. طب الريتم بتاعنا هيكون عامل ازاي؟ الريتم بتاعك يكون لا عالي ولا قليل. يعني مثلا هتاخد في اليوم نص شابتر، بحيث انه في الاسبوع هتخلص شابتر، يبقى كده مثلا ان شاء الله في 3 اسابيع تبقى خلصت كل المحتوى اللي هم اخدوه باذن الله. هتبقى خلصت كل حاجه، وكمان تبقى رجعت عليهم كويس. احنا هناخد الجمعه مراجعه كمان، احنا ماشيين براحتنا خالص. كمان انت خدت الانجليش اكتر ما هم اخدوا، والعربي انت ماشي كمان براحتك وعمال تحل براحتك، ومتمكن جدا من النحو ومتمكن من القواعد، وعارف بتعمل ايه كويس قوي. ده الفكره اللي انا عايزه ابسطها لكم وعايزه امشيكم عليها ان شاء الله، انه الدنيا بسيطه والدنيا سهله. في 3 اسابيع نكون ان شاء الله خلصنا كل حاجه، واقل كمان لو انت رتمك اسرع شويه، او لو انت ممكن تاخد 3 مواد في اليوم. فالموضوع بسيط، بس محتاج شخص يكون محدد هو عايز يعمل ايه، وعارف هو يعمل ايه، وحاطط قدامه خطه يمشي عليها يوميا. عندي في الكليه مثلا والله ما نفسي خلاص الوقت ضغطني، والوقت خلاص ما عادش فيه وقت، الامتحان خلاص قرب اهوت. اعمل جدول اشوف انا همشي عليه ازاي، اعمل جدول واحط افكاري على ورق، اشوف انا عندي وقت قد ايه، باقي لي كام ماده، ايه المحتوى اللي انا عايزه اخلصه ان شاء الله، اخد يوميا ايه، وهكذا الموضوع يكون خلص باذن الله. متنسوش لو استفدتوا من الفيديو تدعوا لي دعوه حلوه، انا محتاجه دعائكم. انا بحبكم في الله. مع السلامه.